السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زهراء. هنتكلم النهارده عن أكتر مادة اتسألت فيها كتير جدًا من يوم ما بدأت على اليوتيوب بجد، وأنا باتسأل فيها ومش عارفة ليه أخرتها كل الوقت ده، بس الحمد لله عشان كمان نقدر نتكلم بعد القرارات الجديدة اللي نزلت فيها. اتكلمنا عن إزاي نذاكر الفيزياء والكيميا والأحياء والجيولوجيا والإنجليش، والنهارده ميعادنا عن إزاي نذاكر العربي. العربي أكتر مادة أنا حليت فيها كم كبير جدًا، وده من المستر بتاعي بجد اللي وحشني جدًا، بس فعلًا حلينا فيها كم كبير. هنتكلم إن شاء الله عن إيه أهم الكتب اللي تحل فيها، وإزاي نذاكر كل فرع من نحو وأدب وقراءة ونصوص وبلاغة وتعبير، وكمان نسمع لمين على اليوتيوب. في الأول بس اعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا بس هتكلم عن الكتب بحيث لما اجي اتكلم عن اي فرع تكونوا فاهمين نحل في ايه بالظبط. بالنسبه لي وبالنسبه للمستر بتاعي كان اجمد كتاب هو فعلا كتاب كيان. انا حليت في كتاب كيان وحلينا في كتب كتيره يعني، بس كتاب كيان هو كتاب مهم جدا وكتاب كبير كده وحلو، وخصوصا في النحو. اهم فرع بالنسبه لنا النحو، لازم يعني هنتكلم عن النحو دلوقتي بالتفصيل بس ما ندخلش حاجات في بعض. بس كتاب كيان كان كويس جدا وكان فيه كم حل كبير. يعني كتاب كيان يمكن كتاب الامتحان، بس برضو كتاب كيان هو كان الافضل. كمه كبير فعلا يعني. طيب لو مش معايا كتاب كيان من اول السنه، هو كتاب كبير ومش عايزه اشتري الكم ده كله، ممكن تصوروا مثلا جزء الحل بتاع النحو او جزء الحل بتاع القراءه او النصوص. الحاجه اللي انتوا عاوزين تزودوا فيها حل ممكن تصوروها وتحلوا منها يعني زي ما انتوا حابين. بالنسبه بقى للمستر بتاعي فهو كان على طول بيبعت لنا بي دي اف، على طول على الجروب على طول كان يبعت لنا بي دي اف يعني كتير جدا. يعني احنا تقريبا حلينا من كل الكتب الموجوده، بس احنا اشترينا كتاب واحد بس، اشترينا كتاب كيان. هو كان معاه كل الكتب وكان على طول يبعت لنا بي دي اف على طول على طول السنه يعني. وكمان كان يقص اسم الكتاب من فوق عشان ما حدش يروح يجيب الاجابات بتاعته ويحل منها، فهو كان مركز معانا قوي. فثانويه عامه وخصوصا العربي، او مش هقول خصوصا العربي، كل ثانويه عامه كده قايمه على الحل، فنهتم بالحل جدا يا جماعه. الحل اهم من المذاكره، بالذات في النظام الجديد. فالحل مهم قوي قوي يعني. اول فرع واهم فرع معانا هو النحو. النحو لازم الاهتمام بيه ما يكونش عادي. النحو يا جماعه ما ينفعش يكون عادي. النحو كده لازم تكون داخله عارف ان انت هتقفل فيه. النحو لازم درجاته تكون مضمونه، لان دي الحاجه الوحيده اللي مضمونه جدا في الامتحان. هي النحو برده مش بيجي يعني صعب قوي، بس فعلا النحو من الحاجات المهمه قوي. وتكونوا داخلين كده عاملين حسابكم ان انا هقفل النحو، يعني هقفل النحو. حتى لو مش متاسسين كويس في النحو عادي جدا. انتوا اصلا المنهج بتاعكم من اول سنه رابعه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. هو ده منهج ثالثه ثانوي. منهج ثالثه ثانوي ده عباره عن اول رابعه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، فانتوا كل المناهج معاكم وكل الدروس معاكم. واليوتيوب ما اثرش معانا في اي حاجه، حتى لو المستر بتاعك مش شرحش كويس، او لو حتى ايه اللي حصل باللازق او اخرت او عملت اللي انت عملته، اليوتيوب ما اثرش في اي حاجه. جيب اليوتيوب وحله. كل الكتب فيها حل، فيها حل كتير جدا، فحلوا كتير وكده. وما تغلطوش غلطتي اللي انا وقعت فيها، ان انا اعتمدت على السنين اللي فاتت في النحو. يعني انا كنت معتمده ان انا متاسسه كويس في النحو، ومعتمده ان انا يعني شاطره في النحو وخلاص مذاكره كويس. فما ذاكرتوش في ثالثه ثانوي واهملته جدا ولحد اخر شهر. وبجد يا جماعه فضلت كده لحد اخر شهر وكنت مكتئبه جدا وزعلانه. فالمستر بتاعي هو اللي سالني انت مالك ومش عارفه ايه. والله العظيم بجد مستر ذوق جدا، ومن نفسه كده هو من نفسه قال لي جيب الكتاب الوافي. الكتاب ده نزل مراجعه للنحو بس، يعني هو كتاب مخصص مراجعه للنحو في كل الفروع، بس هو قال لي اشتري جزء النحو يعني. وكان متقسم لمستويات، يعني مثلا الدرس الاول في مستوى مقبول، في مستوى جيد، في مستوى جيد جدا، في مستوى امتياز. كنت ادخل على مستوى الامتياز مره واحده اذاكر واحل مستوى الامتياز، وقال لي كمان تعالي وانا احل معاكي. يعني كنت اروح له واحل معاه. وبجد كان مستر ذوق جدا. المستر بتاعي في العمر ذوق يعني. فهو بجد يعني مساعدني في النقطه دي قوي. فبلاش تهملوا النحو ابدا ابدا، لان فعلا دي الحاجه المضمونه. هتقولوا لي انا مراكماه من شهر 8، ده انا ما فتحتوش، ده انا مهمله جدا. يا جماعه انا بقول لكم لحد اخر شهر في السنه، يعني لحد الشهر اللي قبل الاخير في الامتحان. يعني مفيش تاخير اكتر من كده، يعني مفيش بجد اكتر من كده. يعني بالاصرار وبالعزيمه وبالاراده تعملوا كل حاجه. ما استسلمتش بقى وقلت خلاص بالنحو ده ضاع مني، ده انا مش عارفه ايه، ده انا حلمي راح. لا ما استسلمتش، مش حاجه اسمها كده. لا فضلت وثبت على مركزي وحليت واجتهدت لحد ما وصلت اللي انا عاوزاه. انتوا كمان كونوا كده، اثبتوا لحد ما توصلوا ان شاء الله. ومن الناس اللي ساعدتني جدا 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 هو مستر عبد الله الشهاوي على اليوتيوب. بجد هو جامد. بصوا يا جماعه، ان هو مثلا في وقت قصير جدا يدي لك الدرس بتاعك كله بكل افكاره بكل حاجه، وتطلع فاهم وفاهم جدا. طبق بس انت على كام سؤال كده، او طبق مثلا حل التدريبات اللي تكون معاك بعد ما تسمع الفيديو بتاعه. بجد هو جامد قوي. عبد الله الشهاوي بالنسبه لي كان مدرس كويس جدا، وساعدني كتير في ان انا اخلص اللي ورايا، وخصوصا الوقت. يعني هو مثلا بيدي في وقت قصير، فده كان اكتر حاجه بالنسبه لي مريحه يعني. فنهتم بالنحو وما نراكمهوش ونسمع لعبد الله الشهاوي، هو جامد جدا. تاني حاجه معانا هي البلاغه. والله يا جماعه انا مقدره جدا معاناتكم في البلاغه. يعني انتوا قلب امكم كده بتبقوا طالعين بقى الفتاه قمر والجندي اسد وبتاع رصاص ومش عارفه ايه، وتقوم جاي بقى داخل في الحل
فين القمر ولا فين الاسد ولا فين الفتاه ولا فين الجندي اصلا، والدنيا بتلبس معاكم. هو البلاغه يعني قايمه على السنس، البلاغه دي قايمه على السنس كده والاحساس والتذوق، فحلو كتير وعادي يعني. هو الطبيعي بتاعها اساسا يعني هو تشبيه بقى واستعاره ومش عارفه وحاجات من دي كتيره. بس عامه بلاغه ثالثه ثانوي هي عباره اصلا عن بلاغه اولى وثانيه ثانوي وحاجات كده بسيطه في ثالثه ثانوي. فالمهم الاساس في اولى وثانيه ثانوي ما كنتش متاسسه كويس، عادي يا جماعه، اليوتيوب برضو ما اثرش معانا في اي حاجه. هتلاقوني دايما بطمنكم، هتلاقوني دايما بقول لكم عادي، ان هو فعلا عادي بجد. احنا لو ضغطنا على نفسنا وكنا دايما شايفين ان احنا حلمنا اكبر من كل شيء، انا حلمي ده اكبر من اي حاجه يعني لو مذاكره البلاغه دي اللي هتوصلني حلمي، ولا مذاكره النحو ده اللي هيوصلني حلمي، وشويه اتقان وشويه حل، ايه المشكله لما اعملهم؟ بجد ايه المشكله؟ هم 10 6 شهور، ايه المشكله لما اعملهم؟ ايه المشكله لما اضغط على نفسي شويه؟ ايه المشكله؟ ايا كان الوقت اللي انتوا شايفين في الفيديو، ايا كان الوقت اللي انتوا شفتوه فيه، طالما انت شفت الفيديو ده اطلعوا كده منه اللي هو اي حاجه ناقصاني انا هعملها، ايا كانت بقى، ايا كانت بجد. ولو تانية ثانوي بلاغه مش مظبطه فيها، سيرش على اليوتيوب وابحث واحل، بس الموضوع خلص. ونحاول برضو نشغل السنس بتاعنا، رغم ان الاحساس ده ممكن يودينا في داهيه، وانا من الناس اللي كانت بتروح في داهيه يعني عادي جدا يا جماعه. بس حتى كمان الاحساس ده كنت بتعلمه، يعني مثلا من الحل الكتير ازاي اوصل للسنس ان انا اختار ده الكلمه دي لايقه مع البتاعه دي، ده الحته دي لايقه مع الجزء ده. فنحاول نشغل السنس شويه. تالت حاجه الادب. الادب بيخدم على النصوص جدا، يعني هو الادب اصلا بيخدم على النصوص جدا جدا جدا. مهم قوي 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 نحفظ سمات المدارس، يعني كل مدرسه كده متميزه بسمات معينه ما بتطلعش منها. مشهوره قوي قوي الديوان بالذهنيه، وانتوا اكيد عارفينها وانا اللي انا فاكراها. فدي من اكتر الحاجات المشهوره بيها الديوان كانت الذهنيه. وفي برضه كانت مدرسه ثانيه مشهوره بالعاطفه الجياشه، مش فاكره والله، ابولو تقريبا، ابولو، ايوه هي دي والله لسه فاكره دلوقتي. ابولو كانت مشهوره بالعاطفه الجياشه. وكمان نحفظ اسماء الشعراء برضو مهم. يعني انت مثلا لو مش عارفه انت دخلتوا مدرسه المهاجر ولا لا، بس مدرسه المهاجر كان فيها مثلا ميخائيل نعيمه. لو جالكم في سؤال في تحلوا نص او في البوكلت مثلا قال ميخائيل نعيمه والنص موجود، انت مش فاهم حاجه من النص طبيعي ليه؟ لان ميخائيل نعيمه ده هو الفيلسوف بتاع مدرسه المهاجر. فانت دلوقتي مجرد بس ما عرفت اسم الشاعر ان هو ميخائيل نعيمه المكتوب فوق ده، عرفت ان النص ده من مدرسه المهاجر، وعرفت ان هو بيتكلم عن الفلسفه لان هو ده الفيلسوف. فمهم نقرا اسماء الشعراء ونحفظ سمات المدارس. وانا فاهمه ان المفاهيم فيها سمات المدارس وكل حاجه، بس يا جماعه زي ما لسه قايله من شويه، بلاش نعتمد على المفاهيم واعتمد على اي حاجه، اعتمدوا على نفسكم وعلى ذاتكم. هم 6 شهور، لو حفظ سمات المدارس ده هينفعني هذاكره وهحفظه وهدشه كمان لو هو ده اللي هينفعني وهينفع معايا وهيخليني فعلا اوصل لحلمي، فمفيش مشكله خالص. اتعاملوا مع المذاكره دي ان هي الطريق الوحيد لحلمكم، اتعاملوا فعلا، انا فعلا والله بتعامل معاها كده، انا بتعامل مع المذاكره دي هو ده الطريق الوحيد اللي هوصل لحلمي في النهايه. فعلا لا يصح الا الصح، حتى لو في ناس غشت بيتبهدلوا بعد كده جامد جدا في الجامعه، بجد بيتهانوا قوي يعني. فالمهم يا جماعه بجد في النهايه لا يصح الا الصح زي ما بقول لكم والله بجد. فانا دايما بتعامل مع المذاكره دي هي الحاجه اللي هتوصلني. وكمان المذاكره اصلا بتنمي العقل بتطور انت من شخصيتك، وكل حاجه فيك بتتطور لما تيجي تذاكر وتنمي مخك على التفكير. فلو حفظ سمات المدارس هيتعبك شويه، معلش تعالى على نفسك مقابل حلمك. النصوص بقى، زي ما قلت ان الادب بيخدم على النصوص، فالنصوص برضو ان انت تحفظ الادب كويس وتعرف السمات، تعرف اسم الشاعر، مهم جدا تقرا اسم الشاعر مكتوب فوق اللي محدش بياخد باله منه ده، لا ناخد بالنا كويس واحنا بنحل، وناخد بالنا من اسم الشاعر كويس قوي. والنصوص بقى يا جماعه بس برضو محتاجه حل كتير، وزي ما قلت الثانويه عامه كلها والعربي كله محتاج حل كتير، يعني ده الطبيعي بتاعه اصلا. هو مصنوع عشان نحله، هو موجود اصلا في النظام الجديد عشان نقعد نحل فيه وخلاص. فاحنا نحل في النصوص كتير وناخد بالنا برضو من الادب. والنص اللي بيجي لك بيقعد يلقح من الاخر كده، يعني بيقعد يلقح على النص الموجود عندك في المنهج، يعني انتوا محتاجين تقراوا التعليق اللي في النص. على فكره انا لامي الان لسه فاكره التعليق بتاع احمد شوقي اللي كانوا التعليق بتاع النص اللي كان موجود لاحمد شوقي لما قال ان هو استخدم مثلا النص كله كان حزن، هو ذكر كلمه بتعبر عن الافراح او الفرحه، فبالتالي الكلمه دي مش مناسبه للنص او اللي هو الجو العام، الجو النفسي العام للنص، فبالتالي ده كان عيب اطلقوه على احمد شوقي تقريبا. فده برضو انت مثلا لو جالك نص وقال لك اذكر التعليق في النص ده او الكلمه المذكوره دي، الكلمه المذكوره دي التعليق بتاعها ايه؟ التعليق بتاعها ان هي مش ملائمه للجو النفسي للشاعر. انت عرفت الكلمه دي منين؟ او انا اخدت الخبره دي منين؟ اخدتها من التعليق الموجود على النص. فهو من الاخر الامتحان ممكن يجي لك مثلا بيلقح على النص اللي عندك، بيلقح بجد والله، او بيجيب حاجه قريبه منه، اصلا مش هيجيب حاجه من الفضاء، هو كده كده الشعراء عندك اصلا والمدارس عندك، اكيد هيجيب لك منهم.
بس انت تركز ما بين التعليق وكده. القراءه لو انتوا بجد ركزتوا كده وانتوا بتقراوا البتاعه اللي فوق دي اللي هي القطعه، يعني لو ركزتوا فعلا بتقراوا القطعه هتكتشفوا ان القراءه دي حاجه لذيذه، وفعلا تقدروا تستخرجوها بسرعه وتقدروا تحلوها بسرعه، وكمان تقدروا تحلوها صح. فعلا تقدروا تحلوها صح. ليه بقى؟ ان القراءه يا جماعه هي طبعا 100% بره المنهج الطبيعي، قراءه متحرره اصلا، يعني هو حاجه كده بره واجيبها لك وخلاص. فلازم القراءه تقراها بتركيز جدا، يعني بحيث ان انتوا تستخرجوا لا الكلمه دي انا شفتها قبل كده، ده الحته دي انا شفتها قبل كده، فهتسهل الموضوع بالنسبه لكم. اقراوا قراءه بتركيز وحلوا عليها كتير. القراءه زي ما قلت هي بره المنهج تماما، بس عادي يعني انت بتقرا قطعه وعايز تستخرج وتحل عليها. لو خدت الامور ببساطه شويه ومش كل حاجه على اعصابنا، كل حاجه على اعصابنا ان في حاجات كتيره تحرق دمنا قدام لسه بدري، استهدوا كده بالله عشان تحرقوا قدام صح، اصبروا بس شويه اصبروا. فما ناخدش كل حاجه على اعصابنا يعني. ونهدى كده، نهدى خالص. التعبير بقى والقرارات الجديده اللي نزلت، يا جماعه بجد القرار الجديد اللي نزل ده في مصلحتكم جدا، احنا كنا نتمنى القرار ده، فهو فعلا في مصلحتكم جدا. المقالي يعني بجد محدش هيقدر ياخد فيه صفر، يعني انت اصلا تدخل كده متدرب كويس، متدرب كويس وتدربوا كويس على التعبير. اسمعوا كلام المستر بتاعكم او الناس بتاعتكم او ايا كان اللي بتاخدوا معاه، اسمعوا قراره، اسمعوا كلامه كويس قوي في موضوع التعبير ده، وتدربوا معاه كويس، وست درجات التعبير يطلعوا في جيبكم. انا عندي التعبير معايا، درجاته معايا، هلمها معايا، النحو معايا، الادب هتشطر فيه وهحاول بقدر الامكان الم فيه درجات، والنصوص هحاول بقدر الامكان الم فيه درجات، والقراءه قراءه تركيز والم درجات. امشي لم درجات، امشوا لموا درجات بقدر الامكان، والتعبير والنحو متقفلين من الاخر. فحاولوا كده ان انتوا تدربوا كتير على التعبير، والست درجات دولت معاكم ان شاء الله، يعني معاكم. التعبير بالنسبه لنا كان وحش، انا كنت بكرهه قوي لان هو كان املا اصلا، يعني مثلا يقول لك الهمزه متوسطه اكتب الكلمه دي صح، الكلمه دي مكتوبه غلط، فانا كنت بكره كده قوي وبجد كنت بغلط فيها، يعني كنت على طول اغلط فيها، اصلا ما كنتش بذاكرها، كنت بغلط ادخل اهبط كده وخلاص. فما كانش حلو، انا بالنسبه لي التعبير ما كانش فعلا حلو خالص. اما بالنسبه لكم الست درجات بتوع التعبير يا جماعه، واي سؤال مقالي في اي ماده اتدربوا عليه كويس كويس، وان شاء الله تطلعوا بدرجاته فول مارك على طول. الام سي كيو الوحش اللي فيه ان انت يا اما تاخد الدرجه يا اما صفر، تاخد درجه او صفر. اما المقال لا، فيه شويه حنيه في المقال شويه يعني، فدي حاجه كويسه ولمصلحتكم. عاوزاكم تؤمنوا بذاتكم اكتر، تهدوا. في كومنتات وكلام سلبي بتقولوا نفسكم كبير قوي، انا تقريبا بروح ارد على الكومنتات بجد يا جماعه، تقعدوا تقولوا كلام سلبي نفسكم كبير، انا مش هوصل لحلمي، ده انا وده انا وده انا وانا. بلاش، ابتعدوا تماما عن الكلام السلبي، وخصوصا للنفس. النفس ما تبقاش ناقصه، واصلا النفس لوحدها اماره بالسوء، وكمان الشيطان اصلا مش عاوزكم تذاكروا، يعني اصلا الشيطان من اعدائنا طبعا ومش عايزكم تذاكروا. فحاولوا تستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم كتير، وتستعينوا بالله كتير، وكلامكم لنفسكم يكون كلام ايجابي، وابتعدوا تماما عن الكلام السلبي. كفايه الدنيا وقرفها واللي جايه علينا فيه، فمش هتكونوا انتوا والزمع على نفسكم يعني كده كتير بصراحه. فنحاول ان احنا فعلا نتكلم مع نفسنا كلام ايجابي، وندي نفسنا طاقه ايجابيه كتير، ويعني نعنشوا الجو كده بقدر الامكان، عشان ان شاء الله لما كل واحد فيكم يوصل لحلمه. انا تعبت بس استاهل التعب ده. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهارده، انا استمتعت جدا معاكم، اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو على انستجرام وفولو على فيسبوك وفولو على التيك توك. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، بس اعملوا لايك الاول، يعني اعملوا لايك الاول وكومنت، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.